في عمليات الحروب النفسية في مصطلح خطير اسمه تصعيد النكرات. الموضوع باختصار إن جهات أو أجهزة معينة بتدفع بشخص تافه عديم الموهبة أو القيمة فجأة للأضواء. الهدف مش إنه ينجح، الهدف إنك أنت تبطل تصدق في فكرة الجهد والعمل وتفقد الإيمان بكل قيمة حقيقية اتزرعت جواك. واتك على الصبر، عشان أنا مش جاي أكلمك عن نظريات مؤامرة وأشباح خفية. أنا جاي أرسيك على لعبة بتتلعب على البشر من زمان قوي، يمكن من قبل ما انت نفسك تتولد، بس الايام دي بلغت ذروتها او ذروتها لان التنفيذ بقى اسهل من زمان بمراحل. خد عندك سنة 1965 ال CIA اطلقت عملية سرية اسمها موكينج بيرد. الهدف منها كان صناعة وجوه اعلامية ولها مضمون بغض النظر عن كفاءتها، وده تم عن طريق ضخ ملايين الدولارات دفعت للصحف والمجلات والقنوات لتلميع اسماء مفيش سبب حقيقي يخليها في الصدارة غير إنهم عايزينك تشوفهم طول الوقت. اعتمدوا على تكرار العناوين البراقة والاستعراض المبالغ فيه لحد ما الأسماء دي اتحفرت في وعي الجمهور، والسبب عشان يقدروا يحقنوا الرسائل اللي هم عايزينها جوه الخطاب العام من غير ما تحس إنك بتسمع دعاية أو بروباجندا. لأن الرسالة لما تيجي من شخص مشهور وبتحبه بدل ما تيجي من جهة رسمية مقاومتك ليها بتقل وتبدأ تصدقها حتى لو ضد مصلحتك. لكن اللعبة ما كانتش حكر على CIA. على الناحية التانية من الكوكب كان في نسخة أكتر بكتير، عملية بيقودها الKGB الروسي اسمها Active Measures، وكانت عملية مشابهة ولكن بتكنيك أعمق شوية. مش بس بيصنع نكرات، لكن بيخليهم أصوات شعبية بتتكلم باسم الجمهور، ناس بخطاب بسيط سطحي لكن مثير بيظهروا في برامج حوارية وسلسلات وإعلانات، والسبب علشان يسرقوا انتباه الناس بالقصص السهلة بدل ما تركز على الحقيقة المعقدة أو الأزمات الحقيقية. كل دقيقة بتقضيها في متابعة قصة تافهة هي دقيقة بتبعدك عن التفكير في مين بيحرك المشهد من ورا الكاميرا. طب ازاي ده بيحصل النهاردة وبشكل أسهل بكتير؟ هقولك. في تجربة مشتركة بين جامعة ستانفورد وتيك توك تم إنشاء ملف اسمه Testing of Behavioral Addictions via Short Form Content، ومعناه بالعربي اختبار الإدمان السلوكي بالمحتوى القصير. وده تم فيه الآتي: تقسيم الجمهور لمجموعات تجريبية، قياس مدة المشاهدة وردود الفعل الانفعالية، تحديد المحتوى اللي بيفعل منطقة في دماغك اسمها نيوكليوس أكومبنس المسؤول عن الإدمان، وبناء عليه توصلوا لأن المحتوى الخفيف مش بس بيجذبك لكنه بيغير طبيعة تركيزك نفسه. لما يبقى عقلك متعود على المكافأة السريعة بيبطل يستحمل أي جهد ذهني طويل، وده بالظبط اللي محتاجينه علشان يمنعوك من التفكير النقدي أو الربط بين الأحداث. واللي اكتشفوه هنا كان هو المفتاح لتجربة أخطر. في برنامج تابع لضربة، وضربة هي وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي، اتعمل تجربة اسمها Cognitive Load Disruption via Digital Overstimulation، ومعناه بالعربي تعطيل قدرة العقل على تركيز عن طريق تحفيز الرقم الزايد، واللي من خلاله ضخوا مقاطع قصيرة سريعة متغيرة بصريا وصوتيا في وقت قليل قوي. ولما قاسوا النتائج لقوا ان التركيز العقلي انخفض بنسبة 38%، القدرة على اتخاذ القرارات المنطقية قلت بنسبة 22%. الناس بدأت تخلط بين الواقع والمحتوى الترفيهي، بمعنى انهم ابتدى يتسلل لإدراكهم ان كل اللي بيشوفوه على السوشيال هو العادي وطبيعي. وده يفسر لك مثلا ليه معدل المراهقات في الغرب ارتفع بتزامن مع كتر استخدامهم لمنصة الانستجرام. من كتر ما بيشوفوا الحريم بتبرق وما فيهاش غلطة بتتخيل ان ده نورمال، وتبتدي تحصل المقارنة اللي طبيعي بتبقى لصالح المودلز على الانستا. ويفسر لك كمان ليه ناس كتير ما بقتش راضية بعيشتها ونقمة على حياتها من كتر المقارنة باللي بيشوفوا على السوشيال. وخد عندك بقى ارتفاع وخيانات زوجية وحواديت ما تخلص، والموضوع ما وقفش على تجارب بتخلص وتتسجل نتائجها، لا ده بقى ممارسات حقيقية ودائمة على أرض الواقع لتحقيق أغراض معينة. وركز لي قوي في كلام اللي جاي ده. سنة 2022 تم تسريب من لجنة الاستخبارات في الكونجرس كشف إنهم نشروا فيديوهات قصيرة بغزارة لحريم جندة في جنوب شرق آسيا بتقدم محتوى فنكوش برضو، ولكن المحتوى
المحتوى ده كان فيه رسائل مخفية مبطنة، زي إنك ممكن تنجح من غير تعب، وإن الشهرة سهلة، وإن الثروة ممكن تتحقق بترند. والصعباني بقى في الموضوع إنهم استخدموا ذكاء اصطناعي اسمه ايموشن AI، وده كان بيحلل وشوش المتفرجين من خلال كاميرات الفون أثناء مشاهدتهم للمحتوى ده. وذكاء اصطناعي تاني اسمه behavioral trajectory mapping، ومعناه بالعربي رسم خريطة المسار السلوكي، وده بيقيس سلوك المتفرج بعد الفرجة في الواقع وعلى المواقع. ولو إن في الواقع بقى بيتكاسل في أداء مهامه اليومية، وفي المواقع بينغمس أكتر في تفاهة، بل وبيبحث بالاسم عن المصطلحات الخفية اللي تم تمريرها في الفيديوهات. والموضوع ما وقفش عند جهات بتنفذ تجارب وتوصل لنتائج، لأ ده في كمان أذرع قوية للتطبيق على أرض الواقع. سنة 2020 شركة هندية اسمها بيلتروكس انفوتك اتفضحت في تحقيق دولي. الشركة نشاطها المعلن مش معروف بالظبط، لكن الفضيحة تضمنت إنها مرتزقة سيبرانية. يعني فلان ده عايزين نعلي نجمه وماله، فلان ده عايزين نتجسس ونهاك عليه ماشي، الدولة دي عايزين نحط إن الروح المعنوية في شعبها عن طريق السوشيال ميديا شغال من عينيا، كل اللي يجي واللي ما يجيش في بالك. عارف سوق الجمعة؟ هو ده سوق الجمعة السيبراني. لو إن الشركة دي تمتلك مئات بل ملايين من الحسابات المزيفة على كافة وسائل التواصل، لقوا كمان إنهم طوروا برنامج ذكاء اصطناعي خاص بيها زي شات GPT لكتابة رسائل مصممة نفسيا لأي هدف يجي في بالك. ومش بس في الهند، في سنغافورة، بولندا وماليزيا في مكاتب تبع الكيانات وهمية بتمول بودكاسترز مؤثرين جدد، حسابات تحفيز وهمية، الحسابات اللي انتشرت مؤخرا دي، لكن الهدف منها مش التحفيز، الهدف زرع نموذج زائف للنجاح، والمحصلة إن تصدق إن القمة ممكن توصل لها من غير مجهود أو علم أو هيمة. دلوقتي هيطلع واحد يقول لي يعني كل الناس بتوع كبس دول أذرع وخونة وعملاء وكيانات، ولا كبرت الموضوع يا شباب؟ هقول لك لا يا برستيج، هي ما بتمشيش كده. يكفي لأي كيان من اللي حكيت لك عليهم دول إنه يشوف حد اتشهر بحاجة تافهة أو اسمه اتكرر ليومين 3 ورا بعض في هوجة ترند، هو من نفسه هيروح يدعمه ويكبره ويشير له ويرمي له دعم للركب ويعادي قصة مع ده ودي ودول، عشان بس يوصل لك كمشاهد رسالة واحدة، إن الفنكوش هو اللي بياكل عيش، وإن السعي والجهد والكفاح والمصابرة كان موضة قديمة وخلصت. وخد بالك من حاجة، انت لا تعرف مين الألوفات اللي تبقى فاتحة بتتفرج على اللايفات دي، ولا مين اللي بيرموا دعم بألوفات برضه. انت كل اللي شايفه قدامك اكاونتات لا تعرف مين وراها ولا مين صاحبها. بس خليني هنا اسألك سؤال بيني وبينك كده، هو انت في الهوجة اللي حصلت الكام يوم اللي فاتوا دول ما سألتش نفسك سؤال وقلت اشمعنى دول بالذات؟ اشمعنى من 50% في الثانوية العامة، واشمعنى اللي كان في مكان مفصلي في الدولة، واللي بتبيع فسيخ واللي بتبيع رنجة واللي بتبيع جلة؟ ليه مش ناس عادية في النورمال، يعني ناس حتى لما الدنيا تروق عليهم يبقى عندهم أقل قدر من الثقافة اللي يخليهم يدوروا الأمور من غير ما يسوحوا نفسهم التسويحة السودا اللي حصلت دي؟ بس أنا مش هقول لك الإجابة هي كذا، أنا هقول لك أدي الجمل وأدي الجمال، وده الوقت اللي تختار فيه ما بين إنك تفضل جمل مربوط في المكان اللي يحطوك فيه، وما بين إنك تنضم للنهضة وتبقى جمال. صابونة.